السلام عليكم أصدقائي. اليوم رح نسوي بيتي بجوز الهند، بدون سمنة، بدون زبدة، بدون خلاط. كتير سهلة وسريعة ومكوناتها موجودة بكل بيت وطريقة وهشة. جربوها وحتعتمدوها كتير. هون بدنا وعاء بنحط فيه 3 حبات من البيض يكون بحرارة الغرفة. بعدها بنضيف ظرف فانيلا تقريبا بيطلع شي معلقة كبيرة، وهون بنضيف بشرة ليمونة، وبعدها بنضيف معلقة خل تفاح بس مشان ما يزنخ البيتفور آخر شي مشان البيض، طبعا حسب نوعية البيض اللي عندكن. وهون بنحركن كتير منيح لحتى يصير القوام لونه أبيض مثل ما انكم شايفين بالفيديو. وهون بعدها بنضيف السكر اللي هن كوب إلا ربع، بنحركن كتير منيح لحتى يدوب السكر على الأخير، ونضل بنخلط خلط. وبعدها بنضيف 3/4 الكوب زيت نباتي، يعني كوب إلا ربع، بنضيفه بالتدريج شوي مع التحريك المستمر. هون بنطلع نحرك هيك. طبعا رح توجعكن ايدكن بس ما بيأثر، هيدا البيتي طيب كيف طعمته؟ هون بدنا معلقتين كبار جوز الهند بالخشن، بيطلع أطيب بأكلات الحلو يعني. وهون بدي كمان كوب إلا ربع نشا الذرة، كمان بخلطن لحتى ما يضل شي مبين من النشا مثل ما نكون شايفين. بعدها هوني بجيب الطحين، كوبين طحين بدنا ننخلن مشان ما يطلع تكتلات وقصص. بنضيف ظرف بيكنج باودر كمان بيطلع تقريبا شي معلقة كبيرة، بنضيفه كلياته وننخلهم كلياتهم لحد ما يضل ولا شي يعني تكتلات وشي شقف يعني. وهون بنحركن كتير منيح مع بعض، بيطلع معاكن هيك القوام ناعم وملس وطري كتير وما بتلزق. مهم أهم شي العجينة ما تلزق بالإيد. هون بغطيه بحطه بالبراد لمدة 10 دقايق مشان ترتاح معنا العجينة شوي، وبعدها بنطالعها وبنشكلها. شكلوها بالطريقة اللي بتحبوها انتو. أنا حبيت شكلها بهذا الموديل، سهل وسريع وطيب. عملتن دوائر وبهجت بالنص هيك. انتو إذا شو عندكن أي شي مثلا تفتحوا دائرة من النص، دائرة صغيرة مشان نحشيها بمربى أو عسل أو أي صوص انتو بتحبوه مع جوز الهند. وهي كانت النتيجة الأخيرة. طلعوا معي تقريبا على هاد العيار شي 40 بيتي صغار، طبعا حسب انتو الحجم اللي بدكن اياه بتعملوا. تطلع الكمية عددها. أنا هون حطيتهم بالفرن درجة حرارة 160 لمدة ساعة 40 دقيقة. هيك أنا هيك فرني بياخد للمعجنات وللقصص، كل واحد هو فرنه بيعرف شو وضعه وبيشتغل على هالأساس. وهون بلشت التزيين، حمصتهم بالعسل وبجوز الهند. بعدها حطيت جواتهم مربى فريز، صوص المربى الفريز. طلعت كتير طيبة، جربوها وما بتندموا، رح تعتمدوها. صحتين وألف هنا سلفان. باي باي.